ايجي لونز. لو مني بتستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. تطبيق ايجي لون تطبيق للقروض الشخصية من الموبايل، بيديك لحد 8000 جنيه في مصر. تطبيق ايجي لون كل اللي طالبه منك عشان تقدم على قرض ان انت تحمل التطبيق وتعمل تسجيل دخول، وبعدين تعمل حساب جديد، وبعد كده يقول لك اديني صورة البطاقة او صورة سيلفي لحضرتك، ثم جهات الاتصال بتاعتك وحسابك المصرفي او الفيزا او الماستر كارد بتاعتك، ثم الصور والفيديوهات بعد جهات الاتصال. وبعد كده اطلب واتمنى زي ما انت عايز، والتحقيق والمراجعة بتتم في خلال ساعة. بس للأسف التطبيق مش بيدي 8000 ولا 5000 ولا 3000 ولا حتى 1000 جنيه. أقصى حاجة ممكن تاخدها 400 جنيه من تطبيق ايجي لون. لو مش مصدقني ممكن تسأل في التعليقات. بس يا خسارة انت هتاخد 400 جنيه وهو خد منك كل بياناتك، ما سابلكش اي حاجة. فكل بنت كل ولد كل زوج كل زوجة خايفة على يعني حاجاتها الخاصة. الحاجات دي بتتاخد وبتتباع. واحيانا في تطبيقات انا معرفش ده بيبتز زي بقية تطبيقات تانية ولا العملاء ولا لأ. بس في تطبيقات بتبتز العملاء وتهددهم بالصور والفيديوهات، وبتكلم جهات الاتصال بتاعتهم، متعرف عنهم حاجات ما يصحش حد يعرفها، وتبعت صور وحاجات زي كده. فنصيحة ورجاء بلاش تاخدوا قرض، لان القرض الربا فاحش. يعني هياخد منك 400 جنيه ياخدوا منك 650 جنيه في اسبوع. انت بتبقى طالب مثلا 5000 جنيه على شهرين او اكتر. هو بيديك اللي هو عايزه، المبلغ اللي هو عايزه والوقت اللي هو عايزه، ملكش تحكم في الموضوع. لو ما كنتش عارف المعلومات دي او عرفتها مني، شير ولايك وسبسكرايب. حذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصية في مصر.